هنتكلم النهاردة على مركب مهم جدا في التحجيم، سواء في الطماطم، سواء في الفلفل، سواء في الخيار. أي خضار ينفع يشتغل فيه تحجيم. حتى كمان لو في عند حضرتك أشجار ينفع يشتغل معاك على تحجيم الثمار أو تكبير الثمار أو زيادة حجم الثمار. المركب النهاردة مركب الميجا بوت 9040، وهنعرف يعني ايه 9040 مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة وهنوضحها. طبعا في ناس كتير هتكون عارفاها بس هنوضحها برضو من باب العلم بالشيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي قناة زراعة أونلاين، معاكم المهندس محمود آدم. هنتكلم النهاردة عن مركب مهم جدا في التحجيم زي ما قلنا في بداية الفيديو، ألا وهو مركب الميجا بوت. ده مركب أردني صنع في الأردن، إنتاج المؤسسة العالمية للتكنولوجيا الأسمدة. المركب ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن نيتروجين 9 اللي هو ال NPK. ال N9 نيتروجين طبعا مفهوش فيه فوسفور، زيرو فوسفور، فيه 40% بوتاسيوم. طبعا بعض المعلومات المكتوبة على المركب: سمات ذوبانه عالي جدا، ذو كفاءة عالية، برضو يحتوي على النيتروجين ويحتوي على البوتاسيوم. طبعا زي ما احنا قلنا مفيش فيه فوسفور، مناسب طبعا لمرحلة تعاقب الإسمار اللي هو موضوع بعد الإسمار أو بعد حدوث العقد. يستخدم في جميع المحاصيل وأنظمة الري المختلفة، سواء غمر، سواء تنقيط، سواء رش محوري اللي هو البيفوتات. طيب التكوين بتاعه جوه أو المكون الداخلي بتاعه: نيتروجين 9%، بوتاسيوم كيتو أكسيد بوتاسيوم 40%، عليه كمان كبريت 15.5%. طبعا معدل الاستخدام بتاعه: الخضروات المحمية والمكشوفة. بنبدأ نستخدمه بداية مرحلة تعاقب الإسمار اللي هو مرحلة العقد، 8 ل 12 كيلو كل أسبوع للفدان. يعني بنسمد ممكن 3 تسميدات في الأسبوع. طبعا الزيتون والموالح برضو بيستخدم على الزيتون والموالح بعد ثبات العقد وعلى 3 دفعات، 100 ل 150 جرام للشجرة. الشجرة الواحدة ليها 100 ل 150 جرام. بعد امتى؟ بعد ثبات العقد أو بعد نهاية العقد. الأشجار المثمرة بعد ثبات العقد برضو على 3 دفعات أو 4 دفعات، بس النسبة هنا أقل شوية، 50 ل 75 جرام للشجرة الواحدة. أما البطاطس ابتداء من الأسبوع الأول بعد الإنبات بمعدل 4 كيلو للفدان، ثم تزداد تدريجيا لتبلغ 12 كيلو، أي تفضل تزيد لغاية ما توصل معاك 12 كيلو للفدان. يعني بنبدأ ب4 كيلو بننهي ب12 كيلو، يعني أقل نسبة 4 كيلو أو أعلى نسبة 12 كيلو. أما المحاصيل الحقلية زي البرسيم، زي الفول، زي القمح، زي السمسم، الحاجات دي كلها بعد مرحلة التفريع. يعني لما يبدأ النبات يفرع معاك بتبدأ تشتغل معاه قد النسبة ديت أو قد إيه، أو مرحلة قبل طرد سنابل أو تكوين السنابل، وعلى 3 دفعات من 4 ل 8 كيلو، ده المتوسط بتاعها. وده برضو يمكن يترش، برضو في ميزة ممكن يترش كمان لأنه مفهوش كلور وصوديوم، فبيترش معاك ما بيحصلش سدود أو انسداد للورقة نفسها. طبعا في حاجات المركبات يبقى فيها كلور وصوديوم، دي نقطة مهمة جدا، بتسد الصغور بتاعت الأوراق وبالتالي النبات ما بيستفيدش منها بأي نتيجة. أما دوت بيترش على النباتات مفيش مشكلة. 300 جرام على 200، يعني تقريبا بتحط كيلو على 600 لتر مية. وده كان استعراض سريع كده أو مراجعة سريعة لمركب ميجا بوت عالي البوتاسيوم تبع شركة عالمية. طبعا لو الفيديو عجبك متنساش تعملوا لايك، ولو في أي استفسار أو تعليق ممكن تسيبولنا في التعليقات أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.